السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في الله. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا في أسعد حال. النهاردة أسعد ليلة للمسلمين أجمعين. النهاردة ليلة النص من شعبان، الليلة اللي ربنا سبحانه وتعالى الملائكة بترفع أعمالنا فيها. فدي من اعظم الليالي. يعني تخيل كده ان انت كنت بتذاكر والمفروض النتيجة بتاعتك دخلت اللجنة وانت منتظر الايه، منتظر درجات النجاح بتاعتك. فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الليلة المباركة أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من المقبلين أعمالهم، ويغفر لنا ذنوبنا يا رب بدون حساب ولا سابقة عذاب. يغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر. في البداية كده إن شاء الله بإذن الله أنا سومة ودي قناتي. في البداية كده نترحم على والدي الله يرحمه، وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين الله يرحمهم جميعا ويغفر لهم ويرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة. تعالوا بقى بعد الحاجات كده اللي نقولها مع بعض إن شاء الله عشان نعملها النهاردة في ليلة المباركة. وأحلى حاجة النهاردة في ليلة النص من شعبان، ليلة 14 شعبان، بكرة 15 شعبان إن شاء الله. يعني إن شاء الله يصادف إن هي بكرة الجمعة، فما أعظم هذه الليلة وما أجملها وما أعظمها. فالنهاردة هنعمل مع بعض شوية حاجات، وأنا برضو بذكر نفسي وإياكم إن شاء الله إن احنا نعملها، وبإذن الله ربنا يجعلنا من المقبلين. النهاردة هنعمل إيه؟ بصوا يا حبايبي، اول حاجه لازم يعني نقول الاستغفارات دي بنيه الاصلاح ما بينك وبين الله. هتقولي من قلبك، من جوه قلبك، مش بترددي بلسانك، انت بترددي من قلبك بتمعن وبتدبر. لا اله الا الله 100 مره، والاستغفار 100 مره. ان شاء الله ربنا يصلح ما بينك وما بينه يا رب. وان شاء الله بعد كده بنقول ايه؟ بندعو ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا، وان يعفو عن الناس جميعا، وده الصلح ما بيننا وما بين الناس. يعني بنقول ايه؟ هنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل إنك غفور رحيم. وتستغفر الله ليك وللمسلمين أجمعين، وتعفو وتصفح على قد ما تقدر. يعني أنا مش بطلب منك أو بطلب منك إن أنت تعفو عن الناس اللي أذياك في حياتك، أو الناس اللي مضايقاك في حياتك، في مالك أو في عرضك أو في شرفك أو في دينك أو في أي حاجة. أنت لأ، تشيل الغل والحقد من قلبك، تشيل الحقد والغيرة والنميمة وكل والرياء. الحاجات اللي بتشحن القلب بالحاجات الوحشة، هي دي المشاحنات. لو انا نقصد بيها المشاحنات يعني الخصومة او الزعل او الكلام ده كله. بس الليلة دي بنبقى حابين ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا ويعفو عن المسلمين اجمعين، ونتمنى لنفسنا الخير ولغيرنا كمان، عشان ان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير ونحن واياكم. وبعد كده هتعملوا ايه؟ هتيجوا كده نقوم قيام الليل زي ما احنا بنعمله، زي ما كلنا بنصلي. بتصلي قيام الليل عادي بالصور اللي انت بتتعاملها او الصور اللي انت بتقرأيها، سواء انت بتختمي قرآن وبتختمي اجزاء معينة وبتصليها. بعد كده هنعمل صلاة ايه؟ وطبعا هنصلي صلاة الفجر. وبعد كده نقوم، وبعد كده نصلي على سيدنا محمد 100 مرة. تصلي على القلب، مش بلسانك، بقلبك 100 مرة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تصلي عليه 100 مرة. وبعد كده نعمل ايه؟ يقال بعض العلماء ان بيفضل صلاة التسابيح، يعني صلاة التسابيح نقولها. طب صلاة التسابيح دي ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يعني يقال ان هي، يعني في ناس يقول لك يعني ده في حديث ضعيف عن صلاة التسابيح، وفي ناس يقول لك لا، يعني لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امر سيدنا ابو العباس ان يعني اللي هو عمه، يعني ان هو يصلي. السلام عليكم، انا رجعت لكم تاني. بصوا حبايبي، احنا قلنا اخر حاجه قلناها في الفيديو من شويه ان احنا هنقول صلاه، كده هنقيم الليل بصلاه التسابيح. يعني بعد ما نقيم الليل بالقران او الاجزاء المعينه اللي بنقراها، ونقول ادعيتنا، ونصلي صلاه الفجر، ونصلي على سيدنا محمد 100 مره، هنقول بقى صلاه التسابيح. ازاي هنصليها؟ صلوا بينا على النبي ويلا نشوف هنصلي صلاه التسابيح ازاي. صلاة التسابيح دي عبارة عن 4 ركعات بتصليها زي ما بتصلي الظهر والعصر والعشاء. بتصلي ركعتين، وبعد كده بتقولي التحية، وبعد كده بتقولي ايه؟ ركعتين التانيين، وبعد كده التسليم. بصي، هم 4 ركعات، في كل 4 ركعات مجموع التسابيح اللي احنا هنقولها في ال4 ركعات 300 تسبيحة متوزعة على الآتي: كل ركعة فيها 75 تسبيحة. ازاي؟ احنا دلوقتي بنكبر عشان خاطر نقول الركعة الأولى، وطبعا بننوي ان هي محلها القلب، بننوي صلاة التسابيح.
صح كده؟ طيب أول ركعة بنقول قبل ما نقول فاتحة الكتاب والسورة القصيرة بنقول إيه؟ أول ما نقول الله أكبر بعد كده نقول إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بنقولها 15 مرة، 15 مرة قبل سورة الفاتحة والسورة القصيرة. خلاص أنا قلت التسبيحة 15 مرة، أنت بتعدي على صوابعك، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دي تسبيحة. سبحان الله والحمد لله والله لا إله إلا الله والله أكبر دي تاني تسبيحة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دي تالت تسبيحة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دي رابع تسبيحة، وهكذا لحد ما تكملي 15 تسبيحة. بعد كده هتعملي إيه؟ بعد ما تقرأي الفاتحة وتقرأي سورة قصيرة هتقولي التسبيحة 10 مرات، يبقى كده كام؟ 25 مرة. بعد كده هتيجي ترقعي، وانت بترقعي بعد ما تقولي دعاء الركوع هتقولي تسبيحة 10 مرات، يبقى كده كام ركعة؟ تسبيحة 35 تسبيحة. بعد كده هتقومي من الركوع، وانت بتقومي من الركوع هتقولي 10 تسبيحات، يبقى كده كام تسبيحة؟ 45 تسبيحة. بعد ما تقومي من الركوع وتيجي تسجدي، وانت بتسجدي اثناء سجودك على الارض وانت بتسجدي هتقولي دعاء السجود، وبعد كده هتقولي ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات. لما بتقومي بقى من الاستراحة، يعني من الاستراحة ما بين السجدة الاولى والسجدة الثانية، في الاستراحة دي هتقولي تسبيحة 10 مرات، اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد ما بتقولي الاستراحة بتاعتك ما بين السجدتين وقلنا التسبيحة 10 مرات، هترقعي هتسجدي تاني مرة، التاني مرة برضه هتقولي فيها التسبيحة 10 مرات. لو عدتوها كده هتلاقوها معايا 75 ركعة، وهكذا في الركعة الثانية. وبعد كده بتقولي التحية التشهد، وبعد كده بتقومي عشان الركعتين التانيين بتقرأيهم بنفس الطريقة، وتقولي التسبيحة التانية التالتة والتسبيحة الرابعة. ربنا يتقبل منكم أعمالكم، يا رب أكون قدرت أفيدكم. بحبكم جدا، ما تنسينيش من دعواتكم. ربنا يا رب يتقبل منكم ويعفو عنكم ويغفر لكم ذنوبكم ويرحم أمواتكم ويشفي مرضاكم. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.